السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. كل سنة وحضراتكم جميعا بالف صحة وسعادة وسلامة. بمناسبة عيد الاضحى المبارك، هنعمل النهاردة مع بعض 3 صواني بالبشاميل. التلاتة احلى واجمل من بعض، طالعين معايا بالجمال والقمر اللي انتوا شايفينه ده. الخرطة بخرطتها بالشكل ده، وطعمهم في منتهى الجمال. تنفع معاكي في جميع المناسبات والاوقات، في الاعياد، في المناسبات، في العزائم. تنفع معاك على سفرتك في شهر رمضان الكريم. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعملهم ازاي مع بعض. اول حاجه انا معايا 2 كيلو ونص من الكوسه، جايبه الحجم الوسط، ما تكونش لا كبيره قوي ولا هي صغيره قوي. غسلتها كويس جدا تحت الحنفيه، وهبدا اعمل فيها خطوط طوليه بالمقوار او بسكينه مشرشره عندك، علشان لو فيها رمله او طينه بتطلع مع القشره بالشكل ده. وكمان هشيل الجزء اللي فوق واللي تحت في الكوسه بالشكل ده. كده انا خلصت الكوسه كلها. هبدا بقى ان انا اقطعها طوليا بالشكل ده، او لو عايزه تقطعيها بوربه عايزه تقطعيها دوائر، بس اهم حاجه ما تكونش سميكه قوي ولا هي رقيقه قوي، علشان لو هي سميكه مش هتنزل الميه كلها اللي فيها، ولو هي رقيقه هتتهري منك في الصينيه. يبقى السمك بتاعها بالشكل ده. هنقطع بقى الكميه كلها، وتبقى السمك بتاعها اهم حاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنروح بقى في صينية على النار، هنحط معلقتين من الزيت ومكعب واحد من الزبدة. أول ما تبدأ تسيح معايا هنرص الكوسة بتاعتنا بالشكل ده، وطبعا على نار هادية، يعني مش هادية أو تكون كده أقل من الوسط بشوية، علشان الكوسة تنزل المية اللي فيها كلها وتتشربها. أول ما تبدأ تتشمع وتديني لون على خفيف جدا بالشكل ده، هبدأ إن أنا أقلبها على الناحية التانية، وهطلعها بسرعة كده في مصفى، وتحت المصفى بولة علشان تنزل كل السوائل اللي فيها. بعد كده بقى هنزل بكمية تانية واخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. ممكن تعمليها كمان في حلة واسعة كده، تحط الكمية كلها ورشة بسيطة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، وتغطي عليها على نار هادية خالص لحد ما تتشرب المية بتاعتها، طبعا مع التقليب من وقت للتاني لحد ما تبقى باللون معاكي بالقمر ده، وتبقى متشربة المية تماما. خلاص كده خلصنا كل الكمية وهتبقى معانا بالشكل ده. هنجيب بقى صينية على النار، وهننزل بيه كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة. انا ما حطيتش اي مادة دهنية علشان اللحمة فيها نسبة دهون. اول ما لونها يتغير بالشكل ده، هبدأ ان انا انزل ببصلتين متوسطين متقطعين صغير جدا، وهقلب بقى البصل باللحمة كويس جدا بالشكل ده. بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا: معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من السبع بهارات، نص معلقة من جوز الطيب، رشة بسيطة من القرفة، وكمان نص معلقة من الهيل المطحون لو انت حابة. هنقلبها كويس جدا بالشكل ده. ممكن تستغنى عن كل التوابل دي وتحط ملح وفلفل اسود بس، زي ما انت حابه. انا ما حطيتش بقى لا معلقه صلصه ولا طماطميه مبشوره، انا عايزه اللحمه بتاعتي تبقى مفلفله بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هطفي عليها بقى وهنعمل البشاميل بتاعنا: 3 معالق من الزيت، 3 معالق من الزبده، كمية الدهون قد كمية الدقيق. نزلت ب6 معالق من المادة الدهنية، هنزل ب6 معالق من الدقيق هرميين كبار بالشكل ده. وطبعا لو لقيتي الدقيق معاكي يعني مش سايل بالشكل دوت، هتنزلي بكمان قطعة من الزبدة علشان يديك القوام اللي انتوا شايفينه ده. اول ما يديني لون على خفيف خالص كده، هبدأ ان انا انزل بكيلو من اللبن اللي هو الحليب. هقلب بقى تقليب مستمر علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من القشطة وش اللبن. طبعا لو مش حابه القشطه او مش عندك، ممكن تحطي مثلثين من اي جبنه مثلثات عندك، او ممكن تحطي علبه من كريمه الطهي. تمام. نزلت كمان بمعلقه صغيره من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وقلبنا كويس. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الجبنه الموتزاريلا، ودي اختياري، بس بصراحه بتديها قوام كده وبتخلي قوامها كريمي وتقيله معانا. احنا عايزين البشاميل يكون تقيل نوعا ما، يعني بقى اتقل من قوام البشاميل اللي احنا بنعمله للمكرونه او البطاطس، لحد ما القوام بتاعه يبقى بالشكل ده. وكمان لما نسيبه شويه هيتقل اكتر من كده. وطبعا لو احتاج كمان ولقيتيه تقيل معاكي، هتنزلي بشويه بساط كده من الحليب وتقلبي لحد ما يديكي القوام ده. وهنا الكوسه كانت نزلت كميه السوائل اللي فيها، والبشاميل اللي جاهز معايا. هنجيب الصينيه اللي تدخل الفرن، هننزل بمغرفتين 3 كده من البشاميل، وبعد كده هنرص الكوسه بتاعتنا بالشكل ده.
اهم حاجة ما نسيبش حتة فاضية، يعني بنرص الكوسة كده واحدة جنب التانية بالشكل ده. بعد كده هننزل باللحمة المعصجة بتاعتنا، وطبعا مش هنزل بكمية اللحمة كلها، وهديها رشة حلوة كده من الجبنة الموتزاريلا. وبعد كده هنحط طبقة تانية من الكوسة. بعد ما نرصها كده بالشكل دوت هننزل بمغرفتين 3 لحد ما نغطي كده الكوسة كلها بالبشاميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنديها كمان كده مغرفتين 3 حلوين كده من اللحمة المعصجة. وبعد كده هنرص اخر طبقة بقى من الكوسة. عايزه اقول لكم ان انا ما استخدمتش كميه اللحمه كلها، يعني الصينيه دي اخدت مني حوالي نص كيلو من اللحمه، ودي اللحمه الباقيه اللي احنا معصجينها. بعد ما رصينا الكوسه كلها هبدا ان انا انزل بقى بطبقه حلوه قوي من البشاميل، علشان كده الكوسه تتغلغل كده من البشاميل، والبشاميل ينزل كده جوه الكوسه كده. بعد ما نخلص طبعا هنهبد الصينيه كده هبدتين علشان البشاميل ينزل كده. وبعد كده رشه حلوه كده من الجبنه الموتزاريلا على الوش. في الوقت ده انا مولعه الفرن درجه حراره 180. هبدا ان انا مولعه الفرن من تحت، بس سخونيه الفرن من تحت هتبدا تديني اللون القمر ده من فوق. بعد كده هنطلعها من الفرن. تاني حاجة حبايبي هنعمل بقى العصاج بتاع البطاطس والمكرونة. معايا كده 3 معالق من الزيت و3 مكعبات من الزبدة او 3 معالق من الزبدة. نزلت عليهم ب3 بصلات كبار متقطعين صغير. اول ما تبدأ البصل يدبل معايا هننزل بكيلو الا ربع من اللحمة المفرومة، وهبدأ ان انا اقلبها كويس جدا مع البصل لحد ما لونها يتغير بالشكل ده. هننزل بمعلقة كده من السبع بهارات، ومعلقة من جوز الطيب، ومعلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الملح، ورشة بسيطة من القرفة. وبعد كده نزلت بطماطمايه مبشوره، وكنت ناسيه كمان نص معلقه من الثوم المفروم، كنت المفروض انزل بيه مع البصل بس مفيش اي مشكله، نزلت بيه عادي خالص وقلبنا. وبعد كده نزلت بيه نص فلفلايه كده الوان من كل نوع، وقلبنا لحد ما اللحمه استوت معايا تماما. هركنها على جنب. وبعد كده هنعمل البشاميل بتاعنا 3 معالق من الزيت و3 معالق من الزبدة. هننزل ب6 معالق من الدقيق، معلش الحتة دي اتقطعت، لحد ما يديني اللون البني الفاتح جدا. هننزل بيه الحليب بتاعنا 2 كيلو من الحليب. وبعد كده هننزل بمعلقه صغيره من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود. هنقلب بقى لحد ما القوام بتاعها يتقل معانا. وبعد كده هننزل بمعلقه ونص كده او معلقتين من القشطه وش اللبن. وقلت لكم طبعا البدائل بتاعت القشطه، ممكن تنزلي بعلبه من كريمه الطهي او جبنه مثلثات اي نوع عندك، لحد ما القوام يبقى تقيل معانا بالشكل ده. بصراحة القشطة أو مكعبات الجبنة المثلثات هتديكي تفرق معاكي كتير جدا، وهيبقى القوام بتاعها كريمي وتبقى جميلة جدا. بعد كده هنسلق المكرونة بتاعتنا في مية مغلية ومعلقة من الملح. هننزل بكيسين من المكرونة، الكيس 400 جرام، لحد ما تتسلق معانا نص سلقة. هصفيها من غير ما اشطفها. وبعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا عشان نحضر صينية المكرونة بتاعتنا. هننزل ب3 مغارف كده من البشاميل. وبعد كده هننزل بكمية المكرونة، نص الكمية بتاعة المكرونة. طبعا المكرونة دي كتيرة شوية على الصينية دي، الصينية الوسط في طقم الصواني بتاع الفرن، اللي هي الصينية اللي تبقى تحت اللي انا عاملة فيها الكوسة. فالمفروض كنا عملنا حوالي يعني 500 جرام، فانا عاملة 800، فهيتبقى شويه، فمش فيش اي مشكله، هنحط عليه شويه بشاميل كده وتبقى معانا كده مكرونه بالصوص الابيض. بعد كده حطينا العصاج بتاعنا، وحطينا كميه طبقه من المكرونه. وبعد كده حطينا البشاميل بتاعنا، وهنديها هديتين كده. وبعد في الوش على الوش خالص هننزل بالجبنه الموتزاريلا. وطبعا الفرن ساخن درجه حراره 180، هنحطها في الرف الاوسط. مولعه الفرن طبعا من تحت. وكده الصينيه بتاع المكرونه طلعت معايا بالقمر ده. هنا بقى هنحضر البطاطس بتاعتنا. معايا حوالي كيلو من البطاطس مقشراها وغسلاها كويس جدا. بعد كده هقطعها مكعبات ما تكونش كبيره قوي، بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. انا هحمرها بقى في الاير فراير بتاعي. هنزل بنص الكميه. طبعا انت لو مش عندك هتحمريها في الطاسه عادي خالص. هنزل عليها بمعلقه واحده من الزيت او معلقه ونص، وهقلبها كويس جدا. وبعد كده بقى هظبط درجه الحراره، وهسيبها لحد ما تديني اللون القمر وتحمر معايا كده، تبقى لونها باللون والقمر ده. هنزل بنص الكميه التاني،
وهسيبها بقى تحمر وهخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. هنا بقى صينية المكرونة كانت لسه في الفرن، اللي وريتها لكم صينية الكوسة يا جماعة في الأول، دي الكوسة ودي المكرونة. شايفين الجمال؟ بجد تحفة. هنا بقى البطاطس كانت اتحمرت معايا، هنجيب البايركس بتاعي او اي صينيه عندك، هننزل بكميه من البشاميل وبعدين هننزل بالبطاطس بتاعتنا. عايزه اقولك ممكن تعمليها البطاطس، تعمليها مش عايزه تعمليها مكعبات، اي حاجه، عايزه تعمليها حلقات، عايزه تعمليها صوابع. لو انت عندك شويه بطاطس كمان بايتين كده من بالليل او من امبارح او اي يوم عندك، ممكن تعمليها نفس الطريقه. نزلت بالبطاطس وبعد كده نزلنا بكمية كده حلوة، رشة من الجبنة الموتزاريلا، وبعدين نزلت باللحمة المعصجة ورشة حلوة من الجبنة، وبعد كده هننزل بالباقي البشاميل بتاعنا. خلي بالكم انا كمان البشاميل اللي انا خففته شوية بشوية من الحليب او شوية من الشوربة لو عندك. شايفين انا بصبه بيتصب معايا، يعني البشاميل خفيف جدا. ورشيت رشه من الجبنه الموتزاريلا ودخلتها فرن 180. وبص بقى بتبقبق معايا، دليل على ان البشاميل كان خفيف جدا، ورغم كده ان هي طالعه معايا متماسكه وبالجمال والقمر اللي انت هتشوفوه ده. شايفين الجمال؟ بجد تحفه. التلاته احلى واجمل من بعض، تنفع معاكي في جميع المناسبات. يعني عايزه اقولك إيه، مفيش سفره كده في رمضان الا وبيبقى عليها صينيه من الصواني القمر دي. دي الكوسة طالعة معايا متماسكة جدا، ودي المكرونة هنقطعها بقى بعد ما تبرد. عايزة تاكليها جوسي هتقطعيها وهي سخنة. أهم حاجة عايزة تطلع معاكي الخرطة بخرطتها بالشكل ده، تسيبها لما تبرد تماما. شايفين الجمال؟ بجد تحفة تحفة. ولا ريحتهم بجد خطيرة وطعمها جميل جدا جدا. هنا بقى صينية البطاطس هنقطعها، ورغم ان البشاميل اللي كان خفيف جدا زي ما انتم شايفين، الا ان هي طالعة الخرطة بخرطتها بالشكل ده وطعمها تحفة. دي كمان البطاطس دي غير البطاطس البيوريه اللي احنا متعودين عليها. انا هعمل لكم ان شاء الله باذن الله في حلقه جايه ان شاء الله اعمل لكم صينيه البطاطس البيوريه. شايفين الجمال؟ الخرطه بخرطتها وطعمهم بجد تحفه. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. هوريكم كمان كده، دي كده ايه، شايفين بشيلها بالشوكة كده، بتشال معايا بكل سهولة. وكمان القطع البطاطس طالعة معايا كده القطعة بقطعتها، مش مهرية معايا ولا مستوية زيادة عن اللزوم، وتحفة معايا. وكمان دي المكرونة ولا الكوسة بقى، الكوسة بجد تحفة تحفة وطعمها خطير. طالعه كمان معايا كمان مش ما فيهاش ولا نقطه ميه. شايفين الصينيه والخرطه عامله ازاي؟ ما فيهاش ولا نقطه ميه علشان احنا شوحناها كويس جدا واتشربت السوائل اللي فيها. طالعه معايا كده مش مستويه ولا مهريه، بجد تحفه. اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الحلقه ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والاشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين، تشرفوني وتنوروني، وطبعا يبقى شرف ليا وجودكم الجميل في حياتي. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.